السلام عليكم الاصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه سمارت انرجي بارتنر. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنتعرفوا الفرق ما بين التعريض الوقائي والتعريض الوظيفي. بزاف ديال الناس كيخلطوا بيناتهم ما كيعرفوش الفرق، ولكن كل واحد عنده الدور ديالو مهم بزاف. شوف هذا الترونسبور، هذا الشكل ديال التعريض الوقائي، هذا هو الشكل ديالو كتلقاوه. نتعرفوا عليه اكثر ونشرحوه مزيان في هذا الفيديو ان شاء الله. الهدف ديالو هو حمايه الناس والاجهزه من الصدمات الكهربائيه. كيفاش كيخدم؟ كيربط الاجزاء المعدنيه المكشوفه بالاجهزه بالارض. فاش كيوقع شي تصرف كهربائي ولا التماس كهربائي كيتصرفنا في الارض باش ما كيضرش الانسان. اغلبيه اللون ديالو كيكون خضر مع الصفر. اما فيما يخص التعريض الوظيفي كما كتشوفوا في الصوره، الهدف ديالو هو تحسين اداء الاجهزه الالكترونيه على الحواسيب والانظمه الاتصالات. كيخدم لنا كمرجع كهربائي باش يقلل لنا تشويش الكهرومغناطيسي ويخلينا الاشاره مستقره. ماشي مهم في جميع الاجهزه، ولكن مهم في بعض التجهيزات المهمه. اذا التعريض الوقائي كيحمينا من الخطر، والتعريض الوظيفي كيحمي الاجهزه ويخليها تخدم مزيان. شكرا لكم، نتمنى يكون شرحنا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.